بالبداية بحب أعرفكم عن حالي. أنا سنبلة، بدي أعمل شي ينفع غيري وأخذ عليه أجر، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. على فكرة هذا صوت عقلي، ما علينا، المهم فكل حدا فينا بيقدر يبلغ الدين بالطريقة اللي بيفهم فيها، مثل إنه نحفظ أولاد إخواني الصور الصغيرة، أو نسجل بودكاست عن شي ينفع الناس، أو ممكن أن نسجل كتابا صوتيا. يا سلام! وعلى فكرة هذا كله يندرج تحت الدعوة الإعلامية الحديثة، واللي بتنقسم لقسمين. القسم الأول هو الدعوة الصوتية، أما القسم الثاني فهو الدعوة المرئية، هو بينقسم لقسمين كمان: الموشن جرافيك والفيديوهات اللي بيتم تصويرها. وتعريف الموشن جرافيك في فريق سنبولة هي الرسومات المتحركة للمعلومات التي يصعب علينا تصويرها، مثل برنامج من هو، وهو عبارة عن مقاطع مختصرة تسلط الضوء على معرفة من هو الله أو من هم الأنبياء والصحابة وغيرهم. أو مثل برنامج ماذا أستفيد، وهو عبارة عن مقاطع مختصرة تسلط الضوء على معرفة الفائدة التي يحصل عليها العبد عند فعل طاعة معينة أو عند ترك معصية معينة. مثل شو فائدة صلاة ركعتين قبل الفجر، أو شو فائدة غض البصر وغيرهم. أو مثل برنامج ما معنى، وهو عبارة عن مقاطع تعرف المشاهد بمعان معينة، مثل ما معنى الصافات أو الصمد وغيرها. أما تصوير مقاطع الفيديو فبتنقسم لثلاث أقسام. القسم الأول التوكينج، وهذا النوع كثيرا ما نراه على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو عبارة عن مقاطع مرئية لشخص يتحدث للكاميرا مباشرة، مثل برنامج ارجع لأصلك وغيره، وبرنامج في حينا قارئ، وهو عبارة عن مقاطع مع طلاب التحفيظ يذكر الطالب فيها اسمه وفي أي حي يسكن وكم يحفظ من القرآن الكريم، ثم يتلو ما تيسر من حفظه. ولا تنسوا برنامج نور، وهو عبارة عن مقاطع تسلط الضوء على المسلم الجديد وسبب دخوله في دين الإسلام دين النور. أما القسم الثاني المسرح المدرسي، ويعتمد هذا النوع على فيديوهات تقوم على السؤال والجواب لتوصيل المعلومة للمشاهد، مثل قناة حسان وميار. وبرنامج ماذا أقول، وهي مقاطع تمثيلية تجيب على أسئلة معينة، مثل ماذا أقول إذا استيقظت من النوم، أو ماذا أقول إذا دخلت المنزل وغيرها. ومثل برنامج كيف، وهو عبارة عن أفلام تعلم فعل الطاعات كتعليم الوضوء والصلاة وغيرها. أما القسم الثالث فهي مقاطع الدراما، وهي عبارة عن تمثيل أفلام تنقل رسالة، سواء كانت هذه الأفلام صامتة أو تحتوي على حوار. وبرنامج الصح والخطأ، وهو عبارة عن أفلام تسلط الضوء على الأفعال الصحيحة التي يجب على المسلم العمل بها، وأفعال أخرى خاطئة يجب علينا ألا نقع فيها. على فكرة يا سنبولة، ما اسم هذا المشروع الرائع؟ شو رأيكم؟ فأنا سنبلة، معاكم بنصير سنابل. وفي الختام يجب أن نعلم جميعا أن العمل على هذا المشروع سهل لمن أخلص النية لله تعالى، فسهله الله تعالى عليه. خبروني مين بده يكون ثري بنشر دين الله عن طريق برنامج سنابل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.